هو ده بقى المشروب اللي ولادنا بيخلصوا فلوسنا عليه. تعالوا الراعي الرسمي لرمضان، كل سنة وانتم طيبين. هو التمر والسوبيا. النهاردة هعملهولك بطريقة اقتصادية جدا، مكونات موجودة في بيتك او حتى مش موجودة هتشتريها بتراب الفلوس. هتعملي كمية كبيرة جدا هتكفي معاكي 20 يوم بأقل من نص سعرها. يلا ندخل على المقادير. حطي اللايك وما تنسيش تصلي على النبي. بولة كده تكون كبيرة شوية عشان تعرفي تقلبي فيها. تنزلي عليها بكوباية من السكر، حبيبات، بودر، اي حاجة. كمان هتنزلي بكوباية من اللبن البودر، معلقة كبيرة من اللون بتاع الصوبيا عشان تديكي كده البياض الناصع بتاع الصوبيا اللي بتجيبيها من بره. كمان تنزلي بمعلقة صغيرة مليانة من الفانيليا البودر، تلت كوباية من الكريم الشانتيه البودر. كمان نزلت بأهم مكون وهو مسحوق جوز الهند او الاسانس او ريحة جوز الهند. ده من اهم المكونات في الوصفة دي، اللون بتاع الصوبيا وكمان مسحوق جوز الهند. عايزة اقول لكم مخليها في حتة تانية خالص. قلبت المكونات كده مع بعض، وطبعا بعد ما قلبته مع بعض حسيت ان عندي فضول اعرف الكمية اللي رميتها معايا. شوية الحاجات البسيطة اللي انا جبتها هقول لكم انا جبتها بكام، بس بعد طبعا ما اوزن كده واشوف الكميه اللي رميتها معايا قد ايه. برطمان كده يكون محكم الغلق نزلت فيه بالكميه بتاعتي كلها، وطبعا وزنته قبل ما احط فيه البودر بتاعي. كان 500 جرام وكسر، حاجه كده يعني بتاع نص كيلو. لما كمان حطيت عليه البودر رمى الكميه بتاعتي بالظبط 400 جرام من البودر اللي احنا عملناه. عايزه اقولك كميه كويسه جدا، يعني اقل من نص كيلو بشويه. وفرت كويس قوي لاني اللهم بارك لو جبت الكمية دي كلها مش اقل من 80 جنيه من مسحوق الصوبيا، يكون من عند عطار كويس او عند عطار يكون حاجته نظيفة. فانا في كل الاحوال انا الكسبانة لاني عملت كمية حلوة جدا جدا بمكونات ولا ابسط. نزلت هنا بكوباية من اللبن وكوبايتين من المية في كوباية عندي، وابتديت احط عليها 3 معالق بس من المسحوق اللي احنا عملناه، ونزلت كمان ب4 معالق من السكر. قلبتهم كويس تقليبه كده وضربتهم بقى بالهاند بلندر ضربه كده تكون محترمه عشان يطلع الفوم بتاع اللبن، سواء بقى اللبن او الكريم شانتيه. وكمان بما انه محطوط له كريم شانتيه فممكن كمان يتقل القوام. طبعا اللبن اللي استخدمته والميه ساقعين الاتنين. فبعد ما خلصت بقى ضرب اداني القوام الحلو جدا ده. بما اني كمان حاطه الميه ساقعه او متلجه مرضتش احط تلج. عايزه اقولك طعمه والله كاني حرفيا جايبه من بره في الطعم والنكهه، وكمان غني قوي. وبره مش هيعملهولك بلبن، اكيد بيعملوا بميه انتي عاملاه في بيتك وضامنه نظافته وضامنه المكونات اللي انتي حطاها فيه، حاجه كده اخر فخامه. تعالي بقى نحسب التكاليف بتاعتنا. 5 جنيه من ريحه جوز الهند والفانيليا وكمان اللون بتاع الصوبيا، 10 جنيه من الكريم شانتيه وكمان اللبن البودر، يعني كله على بعضه ما كلفناش 35. والسكر طبعا من عندك في البيت. وصفة اقتصادية جدا، عايزاكم تجربوها. تجيبوا الخامات بتاعتكم من عند عطار يكون كويس جدا علشان خاطر تاخدوا النكهة والطعم الاصلي بتاع الصوبيا بتاعت المحلات بره. جربوها بجد هتتمزجوا قوي من الوصفة دي. انتظروا كمان الفيديوهات بتاعت التمر وبقية العصاير بتاعت رمضان. بس يلا حطي اللايك علشان تشجعيني ان انا اعمل فيديوهات كتير. اسيبك في حفظ الله، اشوفك في فيديو جديد والسلام.